صباح الفل او مساء الفل على حسب ما بشوف الفيديو ده. هستعين بكلمه الكابتن مدحت شلبي اللي بيقول فيها من وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق من وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق ان هبوط مستوى النادي الاهلي من بعد كاس العالم. ايوه طبعا بعد كاس العالم اللعيبه شافت مستويات اللعيبه المنتخبات الاوروبيه والمنتخبات اللاتينيه في كاس العالم حاجه فوق الخيال. تنظيم وملاعب ولعب، وقال لك ايه يا عم ده احنا هنروح فين وسط الناس دي؟ احنا ما بنلعبش كوره يا عم، احنا عايزين نهرج كده وبنسترزق وخليها على الله، وهي ماشيه ببركه دعاء الوالدين. ده الفتره دي بس. قبل كاس العالم كان بيكسبوا بالاربعه وبالخمسه، واللي رايح واللي جاي بيلطشوا فيه. كبير مصر كبير افريقيا، ده النادي الاهلي متعودين عليه. بعد كاس العالم اللعيبه ريحت بطه بلدي. ايه اللي بيحصل؟ ما تشد يا كولر، مش هينفع الكلام ده. عندك بقى برونو سافيو. ايه يا برونو يا سافيو؟ اول ما جيت قلنا برازيلي واسمر بيرقصوا سامبا. انت برازيلي لكن مش اسمر. وبترقصوا سامبا فين يا عم؟ انت لا بترقص سامبا ولا حتى بترقص بسكوت فيري الساده ده ابو جنيه ولا ب5 جنيه ده. انت عشان جبت لي جون في الزمالك خلاص؟ لا يا حبيبي، ده عمك حارس لو نزلناه هيجيب جون في الزمالك. شد حيلك، احنا دافعين فيك فلوس يابا. فين برازيلي وفين الشغل وفين بتاع الحكايه والروايه فين؟ وعامل لي محدد لك كده ده انا كده زي مش برازيلي خالص. ماشي الحال، شد حيلك يعني. عندنا مين تاني؟ محمد شريف مستواه هبط من بعد ما راح مع منتخب مصر مع كيروش في الامم الافريقيه اللي فاتت وما لعبوش خالص. وجهه نظري ان هو الواد فقد الثقه في نفسه شويه عشان يرجع تاني. محمد شريف ده كان هداف مصر الاول، الكره في رجليه جون على طول. ده وجهه نظري. حسام حسن محتاج لسه وقت، محتاج ياخد وقت كبير في المباريات، يعني محتاج وقت. هو هداف، ولو مشي من الاهلي الواد ده سفاح. خساره يمشي من الاهلي بصراحه. عندنا ايه تاني؟ عندنا بيرسي تاو. مالك يا توتو؟ مالك يا حبيبي؟ وجهة نظر ان بيرسي تاو الاصابات الكتيره اللي عنده دي برضو لعدم ان ثقته مش موجوده في نفسه تاني. يعني ثقته اتهزت في نفسه نفسيا، هو مش مرتاح مش مبسوط عشان البابا مشي بقى اللي هو البيتسو موسيماني اللي جايبه. فعلى طول الاصابات العضليه دي نفسيا انا اعتقد مش حمل بدني خالص نهائي. عندنا كاس العالم للانديه، نشد حيلنا يا جماعه. كولر شد شويه على الناس، شد شويه يا حبيبي، شد شويه. انت راجل سويسري وهادي وكل حاجه، لا الناس دي عايزه واحد عرباجي يعني. معلش يعني مش عرباجي، يعني عرباجي يعني شد عليهم. لو حسام حسن في الملعب كان خلى الشناوي جاب اجوان من الاخر كده. اتمنى طبعا ان الاهلي يرجع تاني لمستواه المعهود، رقم واحد في افريقيا بلا جدال طبعا، ما فيهاش كلام. مشكله كهرباء النادي الاهلي مش طرف فيها، ولكن النادي الاهلي مش هيسيب ولاده. الاهلي عنده استعداد يدفع الغرامه قدها 10 مرات، وكهرباء يدفعها عادي مش مشكله. الاهلي مش هيسيب ولاده، هيدفع الغرامه. هو واخد ايقاف 6 شهور لحين دفع الغرامه، يعني لو دفعها بكره يلعب بكره. بس الاهلي مش هيدفع غرامه لنادي الزمالك عشان خاطر نادي الزمالك يجيب بيها صفقات وحاجات زي كده وبتاع. فهتدفع ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان الاهلي يرجع تاني لمستواه. وشكرا لكم جدا، اشوفكم على خير. سلام.